دعم الدوله يبقى اللي مش معاك يبقى ضد الدوله؟ ايه القرف ده؟ انت عايزنا نقلب على الراجل ولا ايه؟ تاني، ولو قلبت تاني يا استاذ قلبت انا ما بخافش من حد ومحدش بيجاملني في حاجه. وانا لما رحت ونزلت قلت السيسي ما كنتش خدت منه حاجه ولا وعد ولا عايز ابقى محافظ ولا وزير ولا حاجه. انا نزلت بدراعي، خلي بالك يا محمود، ونزلت حمله تشهير ضدي وضد ابني، تاني ضدي وضد ابني، ونجحنا احنا الاثنين. انا احمد في دايره المشاهير الجامده هنا، وكسب الشبكي اللي هم زعلانين عليه ويقول لك اصل الشبكي صاحب السيسي والسيسي زعلان عشان الشبكي سقط. طب ما تزعل، هو ده الشباب يا سيسي اللي انت عايزه؟ طب احمد شاب 30 سنه زعلان عشان الشبكي اللي سافر امريكا وقال اللي انت عملت في قناه ضد مرسي، ها؟ ومخلي عبد الله السناوي ده ولا السناري ده ابو شعر دون ومش عارف شكله غريب قوي طلع في شريف عامر يقول لك اصل السيسي زعل قوي ان عشان الشبكي سقط ده صاحبه وحبيبه. يا سلام، انا فاكر السيسي يبقى فرحان قوي ان شاب في سن احمد يكسب واحد سافر امريكا وشتم مصر، ها؟ وعاملين لي مندبه من يومها ان الشبكي سقط ما يسقط ولا يندعم. هو في ايه؟ انتوا عندكم شيزوفرينيا ولا ايه؟ مش ده اللي سافر وقناه الجزيره سجلت له على الهوا وهو بيقول اللي حصل ضد مرسي انقلاب وضد الشرعيه وضد الديمقراطيه؟ هو ده صاحبك يا سيسي؟ اذا كان ده صاحبك خلاص الحساب قادم ومحدش مجاملني، محدش مديني صوت. انا نازل بدراعي ودايرتي، اهلي وناسف مضامر بندر ومركز طلعوني الاول على مستوى الجمهوريه. ما شفتش حد في مؤسسه الرئاسه كلم بتاع السي بي سي الدبليو سي دون وقال له عيب انك تنزل شريط التلفزيون ده مش تلفزيون ابوك، مش قناه ابوك، ازاي تنزل شريط وراجل عنده انتخابات الاسبوع دوت تقول انه بلطجي وارهابي؟ لا، كانوا فرحانين بدوت. فانا مش هسكت وبقول اهو وبحذر، انت نفر في المجلس تخش مجرد نفر واللي بتعمله ده تآمر ضد الدوله مش لدعم الدوله، تآمر ضد الدوله، وهتخلي اي حد بيحب السيسي وبيدعمه وبيحترمه فعلا هينفر منه، لانك انت محسوب على السيسي وبتخوف الناس بيه. فما اقول لك من فضلك كلامي واضح، تخش المجلس تحترم نفسك، انت نفر، مفيش حاجه اسمها دعم دوله وبتاع دوله وحب مصر. حضرتك داخل احزاب داخله، حزب مصريين احرار ليه مقاعد، ليه عنده ممثل ليهم، الحزب بتاع بيستهبل الوطن اسمه بيستهبل الوطن، ها؟ مش مستقبل الوطن. يسالوا مين بيدعمك يقول لك احمد ابو هشيمه واسمه ده منصور عام. طب يا ابني ما دول اللي المفروض الثوره قامت ضدهم عشان معاهم فلوس، امال العداله الاجتماعيه ايه؟ الله يخرب بيتكم، انتوا بتتكلموا عن عداله. طب يا ابني عندك الناس مين اللي عندك؟ قال لك لا انا كل الناس اللي عندي معلبين، اللي عنده 60 سنه و65 سنه فيتعرض ساب الوطن. خلي بالك دي عند حزب الوطن عندك ممثل ليه، انما انت مين بقى؟ القايمه بتاعت حب مصر دي كانت قايمه بمجرد الانتخابات ما انتهت ما عادش فيها، هو هدمك قايمه على طول؟ لا حضرتك خلاص خلصت. حضرتك عندي بقى احزاب جوه المجلس، وتحذير اخير ليك يا سيف اليزن واللي وراه، لو اتكلمت هقلب الدنيا، وعندي كتير لو كلمته بقولك تاني هقلب مصر والعالم. فده تحذير اخير. ويا اخويا يا مصطفى بكري يا محترم ويا اسامه هيكل يا اخويا يا محترم، هدوا الراجل ده ادوا له برشامه تهديه شويه عشان اللي بيعمله ده بيسيء للدوله المصريه.